السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ لايف جديد ورد على سؤال آخر مرة اللي احنا حطيناه على الجروبس، وهو كنا بنسأل امتى مريض البريست كانسر ممكن ما نديهاش العلاج الكيماوي التحفظي اللي هو او اللي زي ما بنسميه الوقائي، اللي بيبقى بعد العملية. وسألنا على نوع تحليل كده جيني دايما بقينا نسمعه كتير في الآونة الأخيرة، اللي هو اسمه اونكوتايب دي اكس، اللي هو ال21 جين، اللي بقى في أماكن بتعرض إن هم يبعتوا العينة بره تتحلل، لأنه ما بيتعملش في مصر لغاية دلوقتي. التحليل ده بس بيبقى مكلف شوية، ممكن تمنه بيتراوح من $2000 فيما أكثر، في بعض الأحيان ممكن يوصل لغاية $4000، فبرضه رقم كبير إلى حد ما. ولكن ساعات في ناس بالنسبة لها إن هي تاخد علاج كيماوي أصعب من إن هي تدفع فلوس زي دي. فخلينا كده بسرعة نعدي على الموضوع، نشوف مين هم المرشحين للموضوع ده، ان احنا نعمل التحليل ده او نكون في حاجة اليه ولا لا، وامتى ما يبقاش يعني مش مستاهل ان احنا نعمل التحليل، وممكن ان في اسباب تانية تخلينا ناخد العلاج الكيماوي احسن، وامتى ما يكونش ليه لازمة خالص ونبقى نكتفي بالعلاج الهرموني وخلاص. طيب، التحليل ده مفروض للسيدات اللي عندهم بريست كانسر في المرحلة المبكرة. المرحلة المبكرة من البريست كانسر مفروض ان هي بتتحسب لغاية ستيج 3A، يعني اول المرحلة الثالثة، يعني لغاية المرحلة الثالثة يعتبر الحالة early breast cancer او مرحلة ورم ثدي مبكرة. طيب، يعني معظم الناس او معظم الجايد لاينز او الحاجات اللي احنا متفقين عليها ان لو في غدد لمفاويه مصابه غالبا انا هدي علاج كيماوي. ممكن هتلاقي ناس بتتكلم ان انا ممكن اعمل الاونكوتايب دي اكس في ناس يكون الغدد الليمفاويه عندها مصابه، بس الصراحه ده قليل جدا، والانديكيشن بتاعه قليل، وبقى عايز ظروف خاصه، ممكن حد اكبر من 70 سنه وشويه ظروف كده. لكن دايما مين هو اللي هو فعلا العيان او المريضه المحيره اللي احنا فعلا بنبقى محتارين، وهي كمان لما نيجي نتناقش معاها بنبقى محتارين نعمل ايه في هي نديها الكيماوي ولا لا، وهي لو رافضه العلاج الكيماوي هل فعلا في راشونال ولا لا. خلينا نتفق ان الجروب ده من العيانين لازم بيبقى مستقبلات الهرمونات بتاعته اللي هي الاي ار والبي ار، او الاي ار على الاقل بوزيتيف والهير2 نيجاتيف، دول لازم. يعني لو الاي ار مش بوزيتيف او الهير2، يعني لو الاي ار نيجاتيف او الهير2 بوزيتيف، لا هناخد علاج كيماوي. طيب لازم يكون الاي ار بتاعهم بوزيتيف والهير2 بتاعهم نيجاتيف، وكل ما الاي ار بتاعهم والبي ار بقوا بوزيتيف اكتر، يعني 100% او خدوا سكور 8/8 او حتى 6/8، ده سترونجلي بوزيتيف، ده بيخلينا اكتر ميلا ناحيه ان احنا ما ناخدش كيماوي. طيب، طبعا مع العوامل التانية. طيب، نتفق تاني ان احنا عايزين حجم احنا قلنا ان المرحلة أو خطورة الورم بتاعة سرطان الثدي بتتوقف على كذا حاجة. قلنا أول حاجة الجريدنج، نوع الورم أصلا، نوع الخلايا، هل هي داكت كارسينوما، هل هي لوبيلر، هل هي ميكسد. الحاجات دي بنعملها معاملة الهاي ريسك. أما أي حاجات لو ريسك شوية زي التيوبيلر والكريبريفوم الادينويد سيستيك وادويه انواع تانية بتبقى اقل شراسه شويه. الموضوع ده يفرق معانا في حاجه بسيطه كده في حجم الورم، يعني لو هو انفيزيف داكت كارسينوما زي معظم الحالات، او لوبيلر كارسينوما، او ميكسد، الاتنين دول هيخلي الورم بتاعنا لو هو لغايه يعني زي ما بنقول كده اخرنا لغايه 2 سم، لو اكبر من 2 سم اللي هي دخلنا في تي 2 صريحه، مع عوامل تانية هيفضل ان احنا ناخد كيماوي. اما تي 1 هنقسمها لكذا حاجة برضو، نص سنتي، نص ل1 سنتي، من 1 سنتي ل2 سنتي. في الحاجات الاقل في الباثولوجي شوية زي التيوبولار والكريبريفورم هنقللها شوية، هنزود حجم الورم شوية لغاية 3 سنتي. انتوا ممكن نتوه في الحاجات دي، لان هي المنطقه دي رخمه، المنطقه دي عليها ديبيت جامد جدا اصلا ما بين الناس. لكن خلينا نتفق دايما
في الحته اللي هي اخر التي 2، يعني الورم اكبر من 1 سم، من 1 ل 3 سم كده، يعني في اخر التي 2 في اخر التي 1 او في اول التي 2 في حجم الورم. مفيش غدد لمفاويه مصابه، الاي ار بوزيتيف والبي ار بوزيتيف والهير 2 نيجاتيف، والعيانه 50 سنه او اقل. هي دي الزنقه اللي ايه دول. هل اخد كيماوي يا دكتور ولا ما اخدش كيماوي؟ الكيماوي هيفيد ولا مش هيفيد؟ قاعده عايزين برضو نتفق عليها، ان الكيماوي الخلايا السرطانيه طول ما هي بوزيتيف للهرمون، يعني الاي ار والبي ار سترونجلي بوزيتيف، بيبقى تاثير الكيماوي فيها اصلا مش قوي، يعني بتبقى اكثر استجابه للعلاج الهرموني. ففي ليه بنفكر نديكي كيماوي ولا ما نديكيش كيماوي؟ عشان الكيماوي ده هو بيمنع الارتجاع. احنا اتفقنا ان خلاص الورم لو هو طول ما هو مش مرحله رابعه، مرحله اولى او تانية او تالتة، وانا قدرت اشيل الورم والغدة الليمفاويه كده وصلنا للشفاء. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقلل احتمال الرجوع، احتمال ارتجاع الورم، عشان كده بندي العلاج الكيماوي التحفظي وحين الاشعاعي وحين الهرموني. طيب جات لي سيدة فاضلة، قلنا زي ما تكون بالمواصفات دي، اللي هو الورم من حجمه صغير من 1 سنتي ل 3 سنتي، الاي ار بتاعها بوزيتيف، الهيرتو نيجاتيف، هي 50 سنة فيما أقل. قالت لي أعمل إيه؟ أنا هاخد كيماوي ولا ما أخدش كيماوي؟ طيب السؤال ده إجابته عشان نعمله بنبقى محتاجين نعمل التحليل اللي هو الأونكوتايب دي اكس. الأونكوتايب دي اكس ده تحليل بيتعمل على الخلايا الورمية، بيشوف فيها 21 جين مسؤولين عن الريكارنس والميتاستاسيس، يعني بيختبر 21 جين على الخلايا السرطانية اللي احنا واخدينها من عندك من العينة. يشوف الخلايا دي عندها قدرة، فيها جينات تخلي قدرتها على الارتجاع عالية ولا لأ، تخلي قدرتها على الانتشار عالية ولا لأ، باختبار 21 من الجينات. طيب هندي بعد الاختبار ده بيدونا سكور للاختبار اللي عملوه من 0 ل 100. بنقسمها 3 درجات، لو وانترميديت وهاي. اللو من 0 ل 15، والهاي من 26 ل 100. اللو خلاص هندي، بما ان الاي ار بوزيتيف والهيرتو نيجاتيف، هندي اندوكراين ثيرابي بس، علاج هرموني وكفى. طيب لو عالي هاي اكتر من 26 لغايه 100، يبقى احنا هنا هندي علاج كيماوي متبوع بعلاج هرموني، هي دي الريكومنديشن في الحاله دي. طيب الحاله الاكثر حيره ان هو يطلع في النص، يطلع انترميديت، يطلع من 16 ل 26 او لغايه 25. طيب من هنقسمها تقسيمه جوه كمان، من 16 ل 20 ومن 21 ل 26. اللي من 16 ل 20 دول بنرجح ان احنا نعملهم معامله اللو ونديهم اندوكراين ثيرابي بس او هرمونال تريتمنت بس، علاج الهرموني وكفى. طيب من 21 ل 26 بيفضل نعملهم معاملة الهاي ريسك ونديهم علاج كيماوي متبوع بعلاج هرموني. في معظم الحالات دي العلاج الكيماوي بيبقى 4 جرعات من بروتوكول اي سي اللي هو الادرياميسين الدواء الاحمر مع الاندوكسان، او 4 جرعات من الدواء تي سي اللي هو تاكسوتير مع اندوكسان. بعد ال4 جرعات دول بندي علاج الهرموني، اللي بقى بيختلف طبعا، قلنا بعد الدورة ولا قبل الدورة، هندي حقنة سيراتكس ولا لا، هندي تاموكسفين ولا لا، هندي فيمارا ولا ارومازين ولا ارميدكس ولا لا. الحاجات دي كلها طبعا بتبقى حالة بحالة، وتبع الدورة وقفت ولا لا، والهرمونات عاملة ايه. طيب ايه تاني؟ العلاج الاشعاعي. العلاج الاشعاعي في الحالات دي بيبقى للسيدات اللي عملوا استئصال جزئي. لو عملت استئصال كلي خلاص مفيش علاج اشعاعي، اما لو عملت استئصال جزئي فبيبقى فيه علاج اشعاعي بيبدأ بعد الكيماوي، وبرضه الهرموني ممكن نعمله مع الاشعاعي وممكن نخليه بعد الاشعاعي. يبقى تعالوا نلمها كده. طيب خلينا يبقى احنا كده اتفقنا الأونكوتايب دي اكس ده تحليل جينوميك تيستنج بيتعمل على الخلايا السرطانية، ما بيتعملش في مصر، سعره غالي حبتين من $2000 فيما فوق. بيتعمل بره مصر زي ما قلنا، بيختبر 21 جين مسؤولين عن قدرة الخلايا الورمية على الارتجاع أو على الانتشار. بيبقى سكور بتاعه يا لو انترميديت يا هاي، زي ما قلنا من 0 ل 15 16 26 ل 100 ده الهاي. وعرفنا كل تقسيمه هنكونسيدر ايه في كل مرحله. هل هو الاونكوتايب دي اكس هو التحليل الوحيد الابروفد عشان نحدد الموضوع ده؟ لا، في تحاليل تانية، في البروسيجنا، في الماما برنت، في الاندوبريتكت، تحاليل كلها مشابهه
ولكن الأشهر والأكثر انتشارا في الفترة الأخيرة هو الأونكوتايب دي إكس. طيب، في ناس بقى يعني في الجايد لاينز كانت موضوع ان انا ما اعملش التحليل دي مش مذكوره. يعني لو انا عندي العيانه بالمواصفات اللي هي ممكن ما تاخدش علاج كيماوي، بس ما عندهاش قدره ان هي تعمل التحليل، او المكان اللي هي بتتعالج فيه ما بيعملش تحليل زي ده، تعمل ايه؟ لو التحليل ما اتعملش، الريكومنديشنز او التوصيات بتقول ان احسن ناخد علاج كيماوي. يعني احنا لو ما قدرناش نعمل التحليل، احسن ان احنا ناخد علاج كيماوي. العلاج الكيماوي زي ما اتفقنا بيبقى 4 جرعات من الاي سي او التي سي. طيب لو قدرنا نعمله، هنتصرف على اساس السكور، هنتصرف على اساس السكور بتاعه طلع لو ولا انترميديت ولا هاي. طيب ايه السؤال تاني برضو؟ مين برضو السيدات اللي تقول انا منهم ولا انا مش منهم؟ زي ما قلنا ان لازم الاي ار يبقى عندك بوزيتيف، الهيرتو يبقى نيجاتيف. دول اول حاجتين نتفق عليهم 100%. الحاجات التانية بقى اللي ممكن ناخد وندي فيها مع بعض، ممكن الكي اي 67 هاي ولا لو، ممكن ناخد على ان في سنك صغير ولا لا، يعني مثلا بقى تلاتينات اربعينات، ده برضو سن يعتبر صغير. حاجات تانية كده ممكن الجريد بتاعك ايه، نوع الخلايا ايه، الحاجات دي ممكن ناخد وندي فيها مع بعض. لكن اهم حاجتين زي ما اتفقنا هو الاي ار بوزيتيف، الهيرتو نيجاتيف، والورم نفسه حجمه صغير الى حد ما، من سنتي ل3 سنتي بالكتير. يعني اكتر من كده ليها اعتبارات تانية معقده اكثر تعقيدا، بقى ناس عندها مشاكل كتير دي اصلا ممكن ما تاخدش كيموثيرابي. طيب لو حتى عنده عوامل اكثر خطوره شويه، يعني بقى ممكن الورم اكبر شويه، الهاي جريد معرفش ايه، بس فوق ال70 سنه، ده لا، ده غالبا مش بنديله كيماوي لو هو محصور في المنطقه دي من غير حتى تحليل جيني ولا حاجه. لو هو العوامل الخطوره عنده قليله ومقدور عليها، لو اكتر من 70 سنه ما نديش علاج كيماوي. في ناس برضه كانت بتقول ان ممكن ما ياخدش علاج كيماوي ده اللي هو ما يقدرش ياخد علاج كيماوي. لا، دي حاجات مفروغ منها. لو واحد ما بيقدرش ياخد، مش هتقدر تاخد علاج كيماوي، العلاج الكيماوي هيضرها او عندها موانع، انا مش هضرها مهما كانت المرحله بتاعتها عامله ايه. برضو سؤال على الناس اللي بتسأل على نيو ادجuvant تريتمنت اللي هو ما قبل الجراحة. معظم الناس اللي هتاخد علاج كيماوي ما قبل الجراحة هيكون عندها الادفانس ديسيز او ورم ما كانش ينفع التدخل فيه مباشرة عن طريق الجراحة، فغالبا ده مش هيبقى من الناس الكانديديت بتوعنا اللي احنا بندور عليهم ان احنا نعمل لهم التحليل الجيني. بتوع التحليل الجيني دول اللي هم زي ما بنقول كده، اللي هم يعني اللي هم وقفوا في النص، احنا عايزين نقربهم لأقرب حاجة. هل هم مع الناس اللي لازم ياخدوا علاج كيماوي عشان أقلل فرص الارتجاع، ولا لأ الكيماوي هيبقى فايدته مارجنال أو صغيرة، فأتفادى السايد افكتس بتاعته وما اديش العيان علاج كيماوي واديها جاست علاج هرموني وأحصل على نتيجة مقاربة جدا أو ذا سيم من إن أنا أدي العلاج الكيماوي اللي هو مش هيبقى ليه لازمة في المرحلة دي. يا رب أكون جاوبت على السؤال ده بشكل كافي، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في سؤال جديد. أتمنى أن انتوا تحطوا الأسئلة على البوست اللي أنا حاطه عشان أشوف ممكن نتكلم عن إيه كل يوم، يعني ساعات بقعد أفكر فعلا ما بيجيش في دماغي حاجة لوحدها كده. أشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.